السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم كباقي الفيديوهات اللي كنقدم لكم. اليوم غادي نقدم في هذا الفيديو جوج وصفات. الوصفه الاولى ديال السوشي بداند فيمي زائد سوريمي، افوكا، خيزو والخيار. هذا هو السوشي اللي غادي نقدم لكم بطريقه بسيطه بدون ورق النوري، حيت في بعض المرات ما كيتواجدش عندنا، بطريقه بسيطه وكيجي مذاقه رائع بحال ديال المحلات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم كيف قلت لكم. اللي عجبو الفيديو بارطاجيه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع شهيوات حنان حفيظ. كنحتاجو كاس ديال الروز خاص بالسوشي. كنشدو كنغسلوه مزيان 3 المرات اولا 4. كنحيدو داك النشا ديالو، داك ما يبقاش يعطينا ديك البيوضه في الماء كيف قلنا. كنغسلوه مزيان. انا بالنسبه درت غير كاس، خرج لي هذاك المقادير اللي بانوا لكم في بدايه الفيديو. بالنسبه اللي باغي اكثر كميه كيضاعف بالنسبه للروز كيضاعف الكميه ديالو. قلنا كنغسلوه مزيان ومن بعد كنخليوه منقوع في الماء، ومن بعد عاش كنعملوه يتسلق. وملي كيتسلق كنخليوه يتصفى مزيان من الماء. من بعد كنخلط معلقه ديال الخل الخاص بالروز مع شويه ديال السكر شويه ديال الملحه، وكنخلطو في الروز ديالي كيف قلت لكم بعد ما كيتسقطر مزيان. دابا بعد ما صفيتو مره ثانيه او ثالثه 3 المرات كيف بان لكم، من بعد غنعملو يتسلق. كنديرو فيه شويه ديال الملحه وكنحطوه. من بعد ما تسلق ليا الروز كيف قلت لكم، درت معلقه ديال الخل خاص بالروز، معلقه شويه ديال السكر شويه ديال الملحه، وكنكون قطعت داند فيمي مع خيزو والسوريمي. وكناخذ بلاستيكه كنكون غلفت معاها بابي كويسون ديال اللي كنمسحو فيه اليدين، وكنغلفها بيه. ومن بعد كنحط بلاستيكه ثانيه بالنسبه اللي ما عندوش حصيره ديال السوشي. هذه طريقه بسيطه. كنبدا كنحط في القطع اللي انا محتاجه، القطع ديال السوريمي كيف كيبان لكم، مع شويه حتى كنكمل من الراس للراس. ومن بعد كندير قطع ديال الخيار باش يجي لونه رائع، خيزو، داند فيمي بالنسبه اللي ما بغى كيبغيهش يستغنى عليه. دير قطعه ديال الافوكا مع السوريمي اولا الصومون اللي متوفر عندكم. صافي كنخليه متبتهم بهذه الطريقه. ومن بعد كنبدا الرولي في القطعه ديال السوشي اللي عندي بهذه الطريقه. كتبداي ديال بالسلوفان اللي غادي تخدمي به، هذه الطريقه كيف كيبان لكم. من بعد غادي نروليه في السلوفان نفسه اللي انا كنرولي به، ومن بعد كندير لي بابي الومنيوم وكنخليه يبرد ويشد في راسو. ومن بعد عاد نبدا نقطع فيه كيف كيبان لكم. دابا من بعد ما ترولا تجمع مع بعضياتو كنزيدو بابي الومنيوم وغنحطو في الثلاجه نخليهم يرتاحوا، ومن بعد نقطعهم كيف كيبان لكم في الصوره. بالنسبه لهاد العصير ديال الباربا زائد الفريز منعش وصحي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مكونات بسيطه
ورائعة ومفيدة للجسم، مزيان لفقر الدم، مغذي للجسم بصفة عامة، كيجي جد رائع وزوين. وبالنسبة للباربة غنية عن التعريف، معروفة زوينة ولذيذة. كنحتاجو لهاد العصير قطع ديال الباربة، خيزو والفريز مكونجلي زائد حامضة وليمونة. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد العصير كيف قلت لكم. ودائما الكميه دائما كنقول لكم على حسب الاشخاص اللي عندكم في الدار. انا بالنسبه ما عنديش ناس بزاف، هادو هما المقادير اللي احتاجيت. كناخذوا الليمون والحامضه، كنقيوهم، نحيدوا منهم جلده، نقيوها من جلده البيضه اللي درنا لداخل باش تحيد لينا ديك المروره. ومن بعد كنحيدوا ليها العظم اللي عندنا لداخل كيف قلت لكم، وكنطحنوه وكنصفيه، وعاد كنطحنوا فيه الباربه زائد خيزو والفريز. هادو هما المكونات اللي انا محتاجه لهاد العصير. كيجي جميل وغني ومذاقه ولا اروع. ومعروف الحامض والبرتقال مذاقهم كيجي زوين مع خيزو الباربه. وكتزيدوهم بالنسبه اي مكون ديال الفاكهه بغيتي تزيدها مع هاد المكونات ديال هاد العصير ممكن تزيدها. نقيو الحامضه كيف بان لكم، ونحيدوا ليها داك الجلده البيضاء، كنقطعوها شرائح كيف كيبان لكم. نحيدوا منها العظيمات حيت كيخليو لنا المروره. الحمد لله. بالنسبه للبرتقالات هي نفس الشيء، كنحيدوا ليها العظومه ديالها، ومن بعد كنحطهم في مولينكس باش نطحنوهم، الحامضه والبرتقاله اللي عندي. ومن بعد غادي نحصلوا على العصير اللي شفتوه في بدايه الفيديو، رائع وجميل. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اللي عجبو الفيديو بارطاجيه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع شهيوات حنان حفيظ. دابا غادي نعملو باش يتطحن ليا، نديرو تقريبا لتر ديال الماء. من بعد غادي نصفيه كيف كيبان لكم، ما كنطحنوش بزاف باش ما يطلقش لنا الحامض ديك المروره. صافي كنصفيه وكناخذوا داك العصير ديالنا اللي تصفى، هو اللي غادي نطحنوا فيه هاد المكونات ديال خيزو باربه والفريز. كنصفيه بهاد الطريقه. ومن بعد ما تصفى دابا غادي نبدا نطحن. ندير السكر دائما حسب الذوق، كيبقى سكر اختياري. بعد ما طحنت العصير ديالي هو هذا، انا درتو خفيف ما درتوش ثقيل، كيجي جد رائع وزوين ومنعش كيف كيبان لكم. شوف القوام ديالو ملي بديت كنكب في الكأس اللي غادي نقدم، كيجي رائع وسهل وفي متناول الجميع. حبيت الفكرة نشاركها معكم. دائما كنقلب على الوصفات البساط اللي في متناول الجميع، الساهلين، اللي ما كنحتاجوش لمكونات غالية وكثيرة وما كياخذوش لنا حتى الوقت. وبالخصوص في هذا الصهد هذا الشيء هو اللي كنحتاجو بالنسبة للأنواع ديال العصائر المختلفة. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو كيف قلت لكم كباقي الفيديوهات اللي كنقدم لكم. اللي عجبوا الفيديو بارطاجيه مع العائله والاصدقاء مع التفعيل بالجرس باش دائما يوصلكم الجديد مع شهيوات حنان حفيظ. في امان الله ورعايته.